والكل محبي المطبخ الشامي حنقدم لكم طبق الشيش برك الكذاب. طريقة مرة سهلة وما راح تاخد من وقتكم وبنفس الطعم الشهي. وفي البداية راح نطبق وصفتنا باستخدام مكرونة الأصداف بالحجم الكبير، وبعد السلق حنضيف اللحمة المفروم في طاوة عليها زيت نباتي، وحنقلب اللحم إلين ما يتغير لونه، وحنبهره بالقرفة والملح والسبع البهارات. وبعد ما انتهينا من اللحم نحتاج نحضر أساس نكهة الوصفة، فحنقلي الثوم المهروس مع الكزبرة في طاوة فيها معلقتين زيت، وبعدها حننتقل للجزء المهم من وصفتنا. نحتاج لكوبين من اللبن في قدر، وحنضيف عليهم نص كوب من الموية و4 معالق من النشا. حنفضل نحرك باستمرار حتى يتماسك معانا قوام اللبن. وبعد ما وصلنا للقوام المطلوب حنضيف المكرونة المسلوقة واللحم المفروم على خليط اللبن وحنقلبهم سوا. وأكيد ما رح ننسى نضيف الثوم والكزبرة اللي سبق وحضرناهم. والآن وبكل بساطة صار وقت التقديم، وللمسة النهائية ضيفوا الصنوبر المقلي وذوقوا ألذ وأسرع شيش برك، واحكموا بنفسكم.